دلوقتي معانا الشاشة سامسونج. الشاشة دي مرة تشتغل ومرة متشتغلش. عايزين نشوف مشكلتها. لو طفيت زرار الباور مرة تشتغل معاك ومرة متشتغلش. لو طفينا من هنا مرة بتلاقيها تشتغل ومرة تلاقيها ما بتشتغلش. طب نشغلها باور. اشتغلت معانا، اللمبة نورت اهي والشاشة نورت. اهي انا لو رجعت طبعا علامة سامسونج طلعت اهي. طبعا زي ما احنا شايفين الليد منور. طبعا لو رجعت طفيتها ما هتشتغل معايا. تعالى نشوف. هطفيها، رجعت فيها باور وزرار باور وطفيتها. ارجع اشغلها تاني ما بتشتغل. خلاص كده ما بتشتغل. زرار مطفي، الليد مطفي، ما بتشتغل خلاص. طبعا مشكلتها هنعرفها. في مشاكل تانية طبعا بتبقى بتشتغل الليد بينور بس مفيش صورة، لكن دي مفيش خالص اي حاجة. يعني في اعطال بتبقى الشاشة سودا بس الليد منور، اللمبة منورة. اما الشاشة دي لا، اللمبة مطفية، ما بترجع تشتغل تاني الا بعد شوية. عشان الناس تنتبه بس للنقطة دي. انت عشان تحدد العطل دوت اول حاجة بتقيس الباور بتاعك. طبعا انا هقيس وهي شغالة الشاشة اهي. لو انا طفيتها مش هتشتغل. طبعا انا اول حاجة خليها شغالة وقيس الجهود بتاعتي من هنا. ادي 13 طبعا واخد ارضي اهوت، وهنا 13 وبعد كده ارضي ارضي، كل ده ارضي. بعد كده في الخمسة، ادي 5 فولت. 5 فولت دي مهمة اوي. ممكن ال5 فولت بتاعة الاون اوف اللي جاي من كارت اللوجيك هي اللي ما كنتش شغالة، هي ما كنتش واصلة. فانتبه للمعلومة دي كويس اوي. يعني انا الجهاز ده في المشكلة دي في الجهاز ان ال5 فولت بتاعت الاون اوف هي اللي مش طالعة من كارت اللوجيك، اما الباور مطلع كل حاجة. فكارت ال5 فولت بتاع الاون اوف لو ما طلعوش الباور ما هيشتغل. فانتبه للنقطة دي كويس اوي. مشكلة الجهاز ده ان ال5 فولت بتوع الاون اوف لهنا ما بيطلعوش. لو انت بصيت هنا اهي 5 طالعة اهي. لو انا طفيت وشغلت الجهاز ما هيشتغل معايا. لو انا عملت اوف، استنيت شوية ورجعت اشغل تاني اهو. شوف كده الجهود اهي 10 فولت. كانوا 13 بقوا 10 فولت. 10 فولت اهو، مفيش حاجة. ال10 فولت ده متشغلش الجهاز اهو. شوف الخمسة مش طالعين اهو. 5 فولت ومش طالعين. 5 دول مش طالعين من كارت اللوجيك. هنا الجهاز ما هيشتغل معاك. لازم تتأكد من ال5 فولت بتوع اللون اوف اللي طالعين من كارت اللوجيك. طبعا زي ما قلنا المشكلة في ال5 فولت بتوع الاون اوف. 5 فولت بيطلعوا لي من هنا. طيب يا جماعة، في نقطة ملحوظة مهمة جدا 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 جدا. لو الليد منور والشاشة سودة، لو اللمبة منورة والشاشة سودة يبقى الاون اوف طالعين. لو الشاشة
سودة والليد منور، يبقى الاون اوف الخمسة فولت بتوع اللوجيك طالعين خلاص، يعني مش هما دول اللي عاملين المشكلة. اما في العطل بتاعنا الاون اوف الليد مطفي، اذا الاون اوف لازم تشيك عليه تشوف 5 فولت طالعين ولا لا، وتشوف الدايرة بتاعتهم. يبقى انتبه للكلام بتاعي كويس قوي عشان الناس تتعلم. يعني هنفترض انا الشاشة بتاعتي سودة مفيش اي حاجة بس اللمبة منورة، طالما اللمبة منورة يبقى الاون اوف طالعين، طالما اللمبة منورة يبقى الاون اوف اللي طالعين من اللوجيك 5 فولت طالعين واصلين كويس. انتبه للنقطة دي كويس. هتعمل ايه في الحالة دي؟ في الحالة دي بتراجع على ال5 فولت في الحالة بتاعتنا بتاعت الشاشة السامسونج اللي احنا فيها، بتراجع ال5 فولت، بتاخد من هنا ال5 وتشوف سكتهم داخلة اهو، داخلة على المكثف، طالعة على المكثف والشباية الصغيرة دي اللي هو الأسيس الصغير، اهوت ال5 من هنا، دول 5 فولت داخلين هنا اهو، هنا وبعد كده على الاي سي وعلى المكثف. تراجع السكة دي وتشوف ال5 اللي خربان فيهم وتبتدي تشوف حالك. خلاص يبقى انتبهنا للكلام اوي اوي اوي. راجع الموضوع وراجع الفيديو مرة واتنين عشان تفهم الكلام. شكرا.